البنات، السلام غزالات ديالي، كي دايرين؟ اموركم هانيه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. ورجعت معكم فيديو جديد ووصفه جديده على القناه وقناتكم يوميات جاسم المغربيه في البحرين ولا بايبر فلوق. وكيف العاده نبداو كلامنا بالصلاه والسلام على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مهمه البنات الوصفه ديالنا ديال اليوم ان شاء الله، وكما دائما كنعودكم على في القناه دائما كنجيب لكم الوصفات اللي كيكونوا بساط وما فيهمش المقادير بزاف باش تزعموا توجدوهم. المهم اليوم غنحضر معكم بانكيك غير بيضه وحده اللي كيجي اكثر من رائع. انا متاكده انكم لا جربتوه غتشكروني عليه وغترجعوا تقولوا لي في التعليق. المهم البنات ما نطولش عليكم، خليكم مع المقادير والطريقه ديال التحضير. نقول بسم الله على بركه الله. المقادير ديال الوصفه والطريقه ديال التحضير. بالنسبه للمقادير كما شفتوا في اول ديال لا فيديو بانهم مقادير بساطين، وكما قلت لكم بان هذا البانكيك غنحتاجوا ليه غير بيضه وحده وكيعطي واحد الكميه اللي لا باس بها. المهم البنات اول حاجه كما كتشوفوا خديت واحد البيضه اللي بحاره ديال المطبخ اللي خرجتها من قبل، زدت عليها واحد القبيصه ديال الملحه وكذلك واحد 3 المعالق كبار ديال السكر سنيده. السكر دائما كيبقى على حسب الذوق. وصافي البنات دابا غنبدا نخلط جيدا حتى كيذوب لي هذاك شو سميتو السكر سنيده. عاد كنزيد واحد 2 معالق كبار ديال الزيت المائده، كما كتشوفوا راه ماشي حتى الربع ديال الكاس، 2 معالق كبار. بالنسبه للمقادير مضبوطين اكيد غنخليهم لكم البنات في صندوق الوصف. كما كتشوفوا كما قلت لكم غنبدا نخلط جيدا حتى كيذوب لي السكر وسنيده، السكر والزيت عفوا، وكديك ديك البيضه وديك القبيصه ديال الملح حتى كتذوب لي ديك السنيده مزيان، يعني يتغير لينا حتى اللون ديال البيض. وكما كتشوفوا انا راه كنخدم غير بالخلاط اليدوي. صافي البنات هنا من بعد ما خلطت جيدا داك البيض حتى داد ليا السكر سنيده كما كتشوفوا. دابا غندوز ندير شو سميتو داك نص كاس ديال الحليب. بالنسبه للحليب ماشي بالضروره يكون دافي، غير بارد. كذلك كنضيف حتى واحد الساشي ديال الفاني من وزن 8 غرام. وغنخلط جيدا. من بعد البنات عاد نضيف الطحين والخماره. بالنسبه للطحين احتاجيت واحد الكاس ديال الطحين، والعبار دائما غير بالكاس ديال الشاي. كما كتشوفوا غنبدا نخلط هذيك الساشي ديال الفاني حتى هي كتذوب مزيان. المهم البنات راه تقدروا ديروها حتى في الاول حيت راه باش تذوب هي والسكر. وهنا كما كتشوفوا من بعد ما ذابت ليا ديك السكر الفاني مع الخليط، دابا غندوز باش ندير الطحين والخماره. بالنسبه للخماره ديال الحلوه ولا البيكين باودر انا احتاجيت نص خماره، يعني الا كانت الخماره ديالكم فيها 8 غرام غتحتاجوا غير 4 غرام. وغنضيف البنات الطحين اللي ضروري خصكم تغربلوه من قبل باش ما يكونش فيه ديك الكويرات. صافي غنبدا نخلط شويه بشويه حتى كنحصل على واحد الخليط، يعني القوام ديالو على الشكل ديال الكيك. يعني الا صايبتو في داك الرقم 8 يعني كيتصايب. انا اكيد غنجربها معكم في هذا الفيديو وغتشوفوا. المهم البنات كما قلت لكم غنبدا نخلط داك الطحين بشويه بشويه حتى كنحصل على واحد القوام على الشكل ديال الكيك، يعني ما كيكون خفيف ما كيكون ثقيل. المهم البنات هذا هو القوام اللي حصلت عليه. كما كتشوفوا القوام راه ما تيكون لا خفيف لا ثقيل، تيكون ما بين وبين بحال القوام ديال الكيكه. وكما قلت لكم ملي كنديروا رقم 8 راه كيدار كما كتشوفوا في الفيديو. المهم البنات الفيديو راه موضح راسو. ودابا البنات مباشره غندوز باش نطيبهم. المهم البنات يعني حتى لا بغيتو تخليهم يرتاحوا واحد 5 دقائق ماشي مشكل. اما لما كانش عندكم الوقت يعني ديك الساعه طيبوهم. صافي البنات هنا خديت هاد المقله ديال 4 وجوه اللي كنت شاركت معكم البنات من المشتريات ديالي ديال المغرب. المهم البنات اللي بغات تدخل تشوف المشتريات ديالي من المغرب اكيد راه الفيديو في القناه، دخلي اختي شوفيه ولا عجبك ديري لي لايك كما دائما كنقول لكم في القناه. المهم البنات كما كتشوفوا كناخذ المقله ديالي اللي كنديرها فوق البوطه اول حاجه حتى كتسخن مزيان. عاد كندير واحد شويه ديال الزيت صافي ودهنتهم وصافي. هو خا البنات هاد المقله راه ما كتلصقش، اكيد نديروا فيهم داك شويه ديال الزيت باش كيجيو البنات محمرين ومذيبين. صافي البنات دابا غنبدا ننصب الخليط ديالي في هذوك الحفيرات. المهم البنات كما كتشوفوا انا عندي هذه ديال 4، راه كاينه ديال 8، كاين ديال 6، المهم يمكن حتى ديال 5 البنات. ولكن البنات عرفتي هاد المقله زوينه بزاف البنات وكتنفع. يعني اللي بغى يدير بانكيك بحال هكا ولا يدير البغرير، يعني ميني بغرير يكون صغيور تيجي زويون. بالنسبه لهذه البنات راه ما تيجيوش صغيورين فين، كيجيو زويونين حليوين. صافي البنات دابا كما قلت لكم من كنجهدوا البوطه في الاول حتى كتسخن لنا المقله مزيان. عاد كنقصوا عليها البوطه وديك الساعه البنات عاد كندهنوا المقله بشويه ديال الزيت. صافي البنات وكنديروا البانكيك ديالنا يطيب. المهم البنات راه جاو غزالين بزاف بزاف. وكما قلت لكم داك النقيطه ديال الزيت كتخليهم البنات يجيو شويه محمرين، يعني باش يجيو زويونين ومذهبين وراه دغيا كيوجدوها البنات. عامين تبداو طيبوا
طيبوهم غير نقصوا شويه ديال البوطه باش ما يتحرقوش لكم وصافي. المهم البنات كما كتشوفوا هنا صافي راه درت دوك الربعه. وهنا البنات مره ثانيه غندير واحد شويه ديال الزيت عاوتاني. دائما ملي كنبغي نطيبهم كندير داك شويه ديال الزيت كما قلت لكم غير باش كيجيونا مذهبين وصافي. وغنكب الخليط عاوتاني. المهم البنات راه هاد الكميه اللي عطيتكم ولا هاد المقادير اللي عطيتكم راه كيعطيكم واحد الكميه اللي زوينه، يعني ما كيكونوا يعني بالنسبه الناس اللي كيبغيو يوجدوا من وليداتهم الصباح في الفطور، يعني يحتاج غير هاد المقادير كيعطيك تقريبا شي 7 ولا 8 ديال الوحدات يعني الفطور ديال الصباح وصافي. المهم البنات كان هذا هما لي بانكيك ديالنا. نتمنى ان الوصفه ديالنا تنال الاعجاب ديالكم البنات، ولا عجبتكم الوصفه اكيد ما تنساونيش البنات من لي لايك ديالكم وكذلك تشتركوا في القناه. يلا خلينا نوصلوا للقناه البنات ل1000 مشترك. المهم البنات كنقول لكم شكرا لكم بزاف على التعاليق ديالكم اللي كتخليو لي دائما في لي فيديو، وكنقول لكم شكرا لكم بزاف فريمون البنات. والله يعني التعاليق ديالكم هما اللي كيحمسني باش نجيب لكم وصفات. داكشي علاش البنات انايا بغيت نخدم على هذه القناه ان شاء الله كما قلت لكم البنات في الفيديوهات السابقه ديالي. ونتمنى ان الوصفات اللي كنشارك معكم ينالوا الاعجاب ديالكم. انا البنات راه دائما كنشارك معكم غير داك السهل الممتنع، يعني شي حاجه اللي كتكون سهله وبسيطه. يعني لا غنخرجوا نشريوها على برا نوجدوها يعني نوجدوها بمقادير اللي بساطين وساهلين ونفرحوا بها. اكيد تفرحي بها العائله ديالك وتفرحي بها الوليدات. المهم البنات هادو هما لي بانكيك ديالنا من بعد ما طيبتهم جاو غزالين. المهم درت لهم شويه ديال العسل وزوقتهم شويه ديال لي فريز. المهم التزيين كيبقى لكم دائما على حسب الذوق وداكشي اللي متوفر في البيت. نزوقوهم. انا عارفه المتتبعات ديالي تبارك الله عليهم يتفنوا في التزيين. المهم انا عطيتكم اسهل تزيين هو هذا. المهم البنات كنكون وصلت معكم النهايه ديال الفيديو. نتمنى ان الفيديو ديالنا ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وكما قلت لكم لا عجبكم الوصفه ما تنساونيش حبيبات ديالي من لايك ديالكم. وكنقول لكم السلام عليكم، تلاقاو في فيديو جديد وصفه جديده على القناه. قبل ما نسد هذا الفيديو بغيت نقول لكم رمضان كريم.